السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. في كذا حد بعد سألنا على قماش التنجيد القطيفة، يا ترى هو حلو عملي ولا مش عملي؟ لو عايزة مثلا أنجد كراسي سفرة ولا كده، أستعمل الكتان ولا القطيفة حلو؟ ففي ناس نفسيا بترتاح للقطيفة. فالنهاردة هوريكم الخامة دي خامة قطيفة شبيهة جدا للسلفانة، لكن دي الخامة التقيلة. السلفانة بتبقى خفيفة قوي وبتتعمل للستاير. في ناس بتنجد بيها على فكرة السلفانة، لكنها خفيفة جدا وما تستحملش في التنجيد. دي الخامة التقيلة شبه السلفانة بالظبط، لكنها الخامة التقيلة. الخامة ديت بقى جميلة، هي حلوة وتنفع في الكراسي السفرة، تنفع في الكابتونيه. يعني هوريكم ان احنا شغالين بيها دلوقتي كابتونيه. بصوا ظهر الكنبة اللي معايا دي، طبعا الكنبة دي بتتعمل كلها من نفس القماشة، شغالين بيها كابتونيه اهو. طبعا لسه دي ما اتشطبتش. القماشه حلوه. فالناس اللي عايزه تعمل كراسي سفره، عايزه تعمل مثلا انتريه او حاجه فيها كابتونيه ولا الكلام دوت، وعايزه قماشه تبقى سهله في التنظيف والكلام دوت، القماشه دي تبقى حلوه معاهم. تمام. القماشه ديت مش غاليه قوي، يعني مش زي الكتان بيبقى عالي قوي في السعر. ديت كانت عامله حوالي 60 جنيه، دي الاسعار القديمه. حاليا مش عارفه سعرها كام، لاني ما مش عارفه السعر الجديد بقى وصل لحد كام. على فكره القماش في مثلا قماش زاد 3%، في قماش زاد 6%، الا الكتان والخامه اللي انا اتكلمت عنها في كذا فيديو قبل كده زادت 12%. لذلك في بياعين كتير في العطارين ما بقوش يجيبوا الخامه دي، وبيصفوا الكميات اللي عندهم وقالوا ان هم مش هيجيبوها تاني. لكن في ناس لسه شغاله فيها. دي الخامه اللي اتكلمت عنها النهارده. متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.